توكلت على الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. إن شاء الله النهاردة على بركة الله وبركة بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل مع بعض كيكة تحفة، أقسم بالله بجد يعني اللي هياكلها عندك لا يمكن يصدق إن هي من غير بيض. إحنا عملنا واحدة قبل كده كانت بالبرتقال، النهاردة هنعملها بالكاكاو. طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا، اقتصادية جدا جدا جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كده هنجيب بولة وهندخل فيها كوبايتين من الدقيق. مهم جدا جدا جدا، أهم مرحلة في الكيك كله نخل الدقيق ده. هحط كوبايتين من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهنخلهم من 5 ل7 مرات عشان ادخل اكبر كميه من الهواء. انا عملت قدامكم ادي مره وادي كمان مره. ودلوقتي هضيف معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. لو عندك الكيس اللي هو 16 جرام حطيه كله على بعضه. هقلبه مع الدقيق وهرجع انخل للمره الثالثه. دلوقتي معايا هنا ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو بتاعه الطعميه. حلوة جدا جدا، بتخلي الكيك بتاعك هشة قوي، بس ما تكتريش عن ربع معلقة صغيرة عشان ما تبوظيش الكيك. نجيب الخلاط بتاعنا ونقول بسم الله وننزل فيه بكوباية سكر، نفس المج اللي عايرت بيه كل المقادير هكمل بيه باقي الشغل. هحط على كوباية السكر دي معلقتين كبار مليانين من الكاكاو، عليهم معلقتين كمان من اي نوع نسكافيه موجود عندك. انا عندي هنا الكوفي ميكس، طبعا احنا عاملين مقاطعه، فانا استخدمت من الكوفي ميكس معلقتين زي ما انتم شايفين كده، نتيجته حلوه قوي. وكمان بربع معلقه صغيره من الملح والفانيليا بتاعتنا عشان تزيد طعم الحاجه، يعني الكيك هيبقى طعمه حلو، هيبقى احلى كمان. ونقول بسم الله وننزل كمان بمعلقه كبيره مليانه من الخل. عليهم بقى كوبايه ميه دافيه، لا هي سخنه قوي ولا هي بارده قوي، المهم ان هي تكون دافيه. هضرب الكلام ده كله كويس جدا جدا. بعد كده اجيب معايا كوبايه الا ربع من الزيت. الزيت لازم يكون نظيف، لا له ريحه ولا طعم. والخلاط بيضرب زي ما انتم شايفين كده. هنزل بيه سرسوب رفيع قوي من الفتحه بتاعه الخلاط من فوق. وبعد كده نرجع تاني بقى للمكونات الجافة بتاعتنا، هنخلها كمان 4 مرات كده. أنا نخلت قبل كده 3 تقريبا أو 4 أيا كان، المهم تنخلي أكتر من 7 مرات. كل ما هتنخليه مع بعضه أكتر كل ما هيخش الهواء أكتر وأكتر، وبالتالي يديكي كيكة ناجحة بأمر الله. هنخل زي ما انتم شايفين كده، برفع ايدي لفوق عشان ادخل اكبر كميه من الهواء. احنا قلنا حطينا ايه على الدقيق؟ حطينا معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه صغيره من البيكنج صودا. تمام. هعمل بقى حفرة كده زي ما انتم شايفين. انا قلبت كل المكونات تاني مع بعضها عشان ادخل كويس شوية هوا حلوين. وبعد كده نقول بسم الله وننزل الخليط السائل ده كله على المكونات الجافة اللي هي الدقيق البيكنج باودر والبيكنج صودا. وفي اتجاه واحد هبدأ اقلب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ما ترجعيش، هتمشي ناحية اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب. وما ترجعيش تاني علشان الهوا اللي بتدخليه ما يخرجش منك بالمرة. هفضل اقلب كده. انا حسيت ان القوام بتاعي تقيل شويه، هنزل بربع كوبايه ميه دافيه وهقلب ان شاء الله لحد ما اوصل لقوام اللي هو الكيك الحلو ده. انا مش عارفه المقطع اتقطع ازاي مني والله يا جماعه، بس الحمد لله هتشوفوه انا بصب في الصينيه. الصينيه بتاعتي متبطنه، دهنتها بالزيت وبدرتها بالدقيق. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالكيك اللي احنا عملناه. ادي القوام اللي انتم شايفينه ما شاء الله، الفقاعات اللي طالعه دي بتعرفك ان الضرب بتاعنا نتيجته هايله بامر الله. بعد كده الفرن بتاعي انا مسخناه من قبل ما اشتغل مثلا ب5 دقايق بالظبط. درجه الحراره بتاعته كانت 200 وظبطتها على 180. هدي للصينيه خبطه والتانيه كده عشان افرغ اي فقاعات هواء منها. وبعد كده بتدخل الفرن، بتقعد حوالي 40 ل 45 دقيقه. اول ما بيعدي 40 دقيقه بتفتحي عليها الفرن بالراحه وتختبريها بالسكينه، طلعت تمام وما فيهاش اي حاجه خلاص. بس هي عموما يعني بتاخد من 40 ل 45 دقيقه ان شاء الله، مش اكتر من كده، وبرده على حسب الفرن بتاعك. اختبرتها بالسكينة كده من النص ولقيتها طالعة نضيفة زي الفل. جبت الفوطة بتاعتي وبدأت غطيتها، سبتها بس في الأول في الفرن حوالي 10 دقايق بعد ما طفيت والفرن مفتوح. وبعد كده خرجتها وغطيتها بالفوطة عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها. وادي الصينية التانية، أنا كنت عاملة صينيتين بس دي كانت بنوع كاكاو تاني مختلف عشان كده لونها غامق شوية. هنركن بقى الصينيتين على جنب ونبدأ نعمل الصوص الجامد اللي احنا هنغطي بيه أو هنجلس بيه الكيك. كوباية مية، عليهم نص كوبايه من السكر او ربع كوبايه من السكر على حسب انت بتحبي الحاجه مسكره قوي ولا لا. وهنزل عليهم بمعلقه كبيره مليانه من الكافي ميكس. وبعد كده هنزل بمعلقتين من الكاكاو الخام، رشه ملح صغيره، معلقه ونص من النشا وكمان رشه فانيليا. هدوب الكلام ده كله مع بعضه على البارد الاول علشان النشا والكاكاو لو تعرضوا للسخونيه من قبل ما نقلبهم هيكلكعوا.
بعد ما دوبتهم كده خدتهم على البوتاجاز على نار هاديه وبدات اقلب زي ما انتم شايفين بالشكل ده لحد ما بتبدا تبقبق معاكي كده. خلاص كده القوام بتاعي تمام والنشا استوت كويس قوي. هاجي بمعلقه كبيره من الزبده دي بتطعمها اكتر وكمان بتديها لمعه حلوه جدا. طب انا ما عنديش زبده، مفيش اي مشكله، هحط معلقه زيت او معلقه سمنه. قلبت كده مع بعضها لحد ما الزبده ساحت، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تحسوا ان هي جناش بجد، تحفه تحفه تحفه. هاسيبها على جنب وهاجيب نص كوبايه ميه وهاخد من الصوص اللي احنا لسه عاملينه ده معلقتين، هدوبهم زي ما انتم شايفين كده بالشكل دون. وهبدا افرغ او اخرم كده في الكيك اللي احنا عملناه ونقول بسم الله ونسقي الكيك بتاعنا، ولكن بعد ما بيبرد تماما. لازم الكيك يكون برد علشان ما يعجنش. وبعد كده هنجيب الصوص بتاعنا ونبدا نجلس بيه كده الكيك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا بقى نقطع الجاتوه التحفه. انا مش عارفه اقول عليه غير جاتوه، يعني انا عن نفسي زوجي لما اكله بيقول لي اقسم بالله طعم الهوهز، محتاج بس الكريمه مش اكتر من كده. والله انا ما بكذب، وربنا شاهد على كلامي، لانه انا زوجي مش من النوع اللي اي حاجه بتعجبه بسهوله، يعني هو متعب جدا في الاكل. فكون ان هو ياكله ويقول لي بالظبط طعم الهوهز، دي كانت بالنسبه لي اوسكار، حاجه جامده. عايزه اقول لكم ان هي وهم لو عملتيها لاي ضيف والله مشرفه جدا جدا جدا. طعمها حكايه، سبونج جدا، خفيفه، دي مش محتاجه للصوص بجد. انا عملت الاولانيه دي ما كانتش محتاجه للصوص زي ما انتم شايفين. بصوا السفنجه، سفنجه سبونج جدا جدا، والفراغات والكاكاو. وهم الكاكاو اللي انا عامله بيه هنا ده الكاكاو الاسباني الغامق. النوع التاني انا مش عارفه بنتي جابته منين بصراحه، فما كانش غامق زي ده. وده معايا هنا ده انجلش كيك عملته برضو قبل كده في القناه، هو الكب كيك ده نتيجته تحفه وهايله. عملنا كب كيك بالبيض والزبده او السمنه او الزيت ايا كان، ارجعوا للفيديو وشوفوه يعجبكم قوي ان شاء الله. وكمان عملت كيكه البرتقال برضو من غير بيض ومن غير لبن، اقسم بالله نتيجتها قمه الروعه، خرافه فوق الوصف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يعني فضلا وليس امرا تدعوا لنا دعوه حلوه بظهر الغيب ولكم بالمثل ان شاء الله. الكب كيك بقى للولاد وهم رايحين المدرسه الصبح او بلاش، يعني يبقى في البيت افضل، عشان في ناس طبعا ما بتبقاش مقتدره ان هي تعمل كده او ما بتعرفش تعمل ده، فهيبقى الموضوع صعب على الاطفال. فهو حلو قوي في البيت لما نفطر بيه مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه نسكافيه، مع كوبايه شاي ساده حتى. طعمها روعه بامر الله. نصيحتي ليكم قبل ما تدخلي المطبخ او اي حاجه هتعمليها لازم قبلها تقولي توكلت على الله، وانتي بتشتغلي اقري اي سوره انتي حافظاها او ما تيسر ليكي من القران الكريم. دايما ذكر الله على لساننا علشان نملى بيتنا وحياتنا كلها بركه. نختم بصلاة الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونختم كمان بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.